السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الغريبة وهنعرف سر تماسكها وعدم تشققها والتسوية المظبوطة. اي نعم الغريبة متماسكة بس في نفس الوقت بتدوب في البق. تابعي معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ في الوصفة لايك وشير كتير للوصفة، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. المقادير بقى هنحتاج نص كيلو من الدقيق، 250 جرام من السمن، 150 جرام من السكر البودر، ذرة ملح ورشة فانيليا. هعملها معاكم النهاردة في الكبة. ممكن تعمليها على ايديكي، ممكن تعمليها بمضرب البيض، ممكن تعمليها بمضرب اليدوي. هضيف في الكبة ربع كيلو من السمنة. السمنة دي انا وزناها 250 جرام وحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة وبضيفها في الكبة معاكم. والدقيق والسكر البودر انا كنت نخلاهم قبل ما ابدأ في الفيديو، ياريت تنخلوهم علشان تاخدي نتيجة كويسة. تنخليهم قبل الاستخدام مباشرة. حتى لو انتي نخلة الدقيق قبل كده لازم تنخليه تاني قبل الوصفة، بيفرق كتير جدا في الوصفة، وياريت تنخليه اكتر من مرة. انا بضيف معاكم السمنة وبعدين هضيف 150 جرام السكر البودر وهحاول اخلطهم بالكبة كويس، السمنة مع سكر البودر. طبعا اي حاجة مثلا في السكر البودر موجودة في الطبق تنزليها علشان المقادير معاكي تبقى مظبوطة. وعلى فكرة برضو المقادير ديت، مقادير الغريبة ديت مش هتحسي ان هي مسكرة، لا ده بالعكس المقادير مظبوطة جدا وسكرها مظبوط. بعد ما ضربت خلاص السكر البودر مع السمنة، هضيف بقى على الدقيق ذرة من الملح، ذرة مش ربع معلقة، ذرة من الملح ما بين صوابعي، وباكيت فانيليا ممكن تستغنى عنه لو انتي مش حاباه. وهقلب بقى المكونات دي مع بعضها كويس جدا. بكرر تاني لازم يكون اللبن البودر منخول، ولازم برضو النص كيلو دقيق يكون منخول برضو، وياريت تنخليه كذا مرة، يعني مرتين تلاتة كده علشان يديكي افضل نتيجة. دلوقتي بقى هضيف الدقيق اللي انا رشيت عليه رشة الفانيليا ورشة الملح، بضيفه على الخليط في الكبة، بضيفه كله. وبعدين بحاول اقفل الكبة كويس جدا واخلط المكونات كلها مع بعض كويس، وكل شوية بفتح الكبة واحاول اساعدها ان انا بنزل الدقيق، بحاول انزل الدقيق اللي فوق يعني في الكبة. انت هتحسي ان قوامها بقى زي قوام الرملي كده، قربنا ان هي تتخلط. حاولي بس انت تساعديها وتقلبي تقليبة كده، واقفلي عليها وكملي ضرب. وخلاص كده انا خلصت ضرب فيها لحد ما حسيت ان كل المكونات اتخلطت مع بعضها بالشكل ده. هشيل السكينة، اهم حاجة وانت بتيجي تشيلي السكينة خلي بالك عشان الاسلحة بتاعتها بتبقى حادة جدا. وهنزل الخليط، وطبعا لما باجي مثلا انزله واحطه مثلا في الطبق وبدخله التلاجة لمدة تلت ساعة، كل المكونات تشد مع بعضها، وبعدين اخرجها بعد تلت ساعة وابدأ اشكلها. هكور معاكم دلوقتي واحدة، شايفين ما بتشققش ازاي؟ دلوقتي بقى بعد ما ريحتها في التلاجة لمدة تلت ساعة وجبت صينية ألمونيوم. مش بندهن الصينية اي حاجة، وبشكلها. حاولي تصغريها على قد ما تقدري واعمليها كورة. واللولي اللي انا كنت بحطه فيها ده شارياه من عند اي محل مستلزمات حلواني، مش غالي خالص. لو حابة تحطي بدل اللولي مكسرات ممكن تحطي فستق، عين جمل،
ممكن تحطي سوداني، تقسمي السودانية مثلا على جزئين وتحطيها. ممكن تحطي سوداني مجروش على حسب انت عايزة ايه. وحاولي ما تكبريش الكورة، هي ان شاء الله مش هتفرش معاكي كتير، يعني هي هتفرش حاجة بسيطة، حاجة بسيطة قوي يعني. فانتي برضو ايه، حاولي تصغريها على قد ما تقدري بالحجم زي الحجم اللي انا عاملاه دوت، علشان ما تحسيش ان هي كبرت منك. اهم حاجة بس امشي على الخطوات اللي انا قلتها لك خلال الفيديو، وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحة جدا. وما تنسيش لما تجربيها تقوليلي رأيك في التعليقات. واي حاجة عايزين تعرفوا طريقتها قوليها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعملها لكم. شايفين؟ حاولي ما تكبرهاش عن الحجم دوت. وهي سهلة التشكيل، ما بتحتاجش وقت. انا بقى هخلص باقي الكمية وارجع لكم اوريكم شكلها النهائي قبل ما ادخلها الفرن. اهم حاجة تحطيها في سيجان ألمونيوم علشان ما تاخدش لون معاكي. ما ينفعش تحطيها في صاج الفرن علشان دي ما بتاخدش لون من تحت، ما ينفعش تاخد لون، هي بتفضل بيضة زي ما هي كده. وخلاص ده شكلها النهائي بعد ما خلصت الكمية كلها. ده شكلها قبل ما تدخل الفرن. طبعا التسوية في الفرن هتحطيها على درجة حرارة 150 لمدة 12 دقيقة وتطلعيها من الفرن. اول ما تطلعيها حاولي ما تلمسيهاش لانها ممكن تتهري منك بسرعة. ده شكلها بعد ما استوت. شايفين ما فرشتش ازاي؟ وبرضو لما تيجي تسويها بتحطيها على الشبكة، ما ينفعش تحطيها على ارضية الفرن، بتحطيها على شبكة في نص الفرن. هي بتاخد لون خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش لايك وشير كتير للوصفة. واذا انت اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.